بسم الله الرحمن الرحيم. دول سمكتين بوري. تجيبيهم الاول تنضفيهم، ويعني تحاولي تغسليهم على الحنفيه، بس تدخلي الراس لتحت، مش الميه اللي يعني تخش جوه الراس، لا. وبتروحي حاطه مناديل زي ما انا بحط كده، هتشفط معاكي الرواسب اللي في الخياشيم والدم، عشان ما ينزلش في قلب اللحم ويحمر معاكي اللحم زي ما انت شايفه كده. ولو هما سمكتين فريش ومش عليهم تلج خالص، مش تغسليهم. بعد كده بقى بتطريهم من عند ظهر السمكة كده، زي مساج يعني، وبعيد عن البطن عشان البطن ما تتفرتكش منك، لان البطن هي اللي بتسوي والزيت اللي جوه او الدهنة اللي جوه بتطعم معاك اللحم، بتخليه ناعم وطعمه حلو. لحد التدل كده، واعملي من عند الراس كده لحد التدل بالراحة. ولازم ملح خشن، الملح الناعم هيخليهولك. مش انا مرة عملته من زمان قوي. دي معلقه شطه كبيره، والملح يكون خشن كده، ده مخصوص يعني تجيبي لي الحاجات اللي زي كده، التخليل. والملح الخشن مش بيحدق، يعني حطي كميه حلوه كده. وعايزه تحطي يا ستي كركم، حط. انا هحط نص معلقه عشان هو بيمرر. الشطه دي عشان تحميه من اي يعني اي حاجه حواليه يعني، وتمنع البكتيريا والهواء. بتملي كده وتدكي بصبعك كده، يقوم ايه هو يخش في قلب السمكه من جوه، من ناحيتين، من فتحتين السمكة كده، من ناحية الخياشيم كده، تروحي ايه عاملاها تدك جامد كده. ما عنديش حد بياكله الا انا وماما يعني. وبعدين جربته قبل كده وكلته في، يعني كنت عاملاه قبل كده، وكان في رمضان برضو اتسحرنا بيه، ولا عطش ولا جرى اي حاجة. ماما دنتها تصر ان هي تفتحه، يا ماما بلاش تفتحها عليه. بس كانت كمية كبيرة بقى، كنا جايبينها من بورسعيد، كنا يعني رايحين نواحي بورسعيد وجبنا من هناك سمك. دي يا ستي الكيسة، اي كيسة تكون جديدة عندك، يعني مش مستعملة قبل كده، بتحطي واحدة عكس واحدة، خلف خلاف كده، واحدة بالطول واحدة بالعرض، وبترشي ملح في قاع الكيسة عشان ايه، يعني السمكة تتغلف من بره ومن جوه يعني. ما تخافيش من الملح ده، مش بيخش ومش بيحدق، وحتى لو حدق هتبقى حلوة، ومش هتبقى مايعة وتبوظ منك. بترشي فوق وتحت كده، وبعد كده بتقفلي بقى الكياس. زي ما انت شايفة كده. اما تحط السمك مع بعضه هم يسووا بعضه، غير لما تلف كل واحدة لوحديها. يعني ايه، حبة كيس كده حلوين، تجيبي كيس يكون عندك في المطبخ، وتنك تكيسي كده عشان اي هوا ما يخشلوش. وكمان لو كيس مخروم، يبقى التاني حميه. وبعدين الحاجات دي بتحفظه بقى، يعني الكياس، كتر الكياس كده بتخليه يستوي معاكي. ممكن يبقى كيس مخروم، ممكن يبقى كيس صغير، يبقى عندك كيس كتيرة كده. واهم حاجة ينحط في كيس اسود، عشان هو اللي هيضلم عليه وهيسويه مع حرارة الجو بقى، اللي هو يعني الجو المحيط بينا عادي، اللي هو يعني هتحطيه في المطبخ عندك، في اي مكان في المطبخ هيستوي معاكي. بس ايه بقى، لازم يبقى في اكياس سودا.
انا بقى حطيته في 3 4 اكياس كده يعني، بما ان اكياس كتير عندنا يعني. اي سولوتيب عندك، انا ما كانش عندي السولوتيب ده. اي بلاستر يعني عندك، حزميه كده واعمليه. وهنكتب برضو عليه التاريخ احنا عاملينه من قد ايه. انا في ناس بتقول ان هو بياخد 6 ايام، انا بصراحه ما جربتوش. اللي جربناه وكلناه قبل كده كان 18 يوم واستوى، وكان ايه، زبده زي ما بقول. انا بقى هكتب عليه يعني التاريخ عشان ابقى عارفه ده معمول من وقت ايه. بس انا كده كده احنا هناكله في شم النسيم يعني باذن الله ان احيانا ربنا. دي رقم 1 يعني، هقلبها على الوش ده دور والناحيه التانية دور. رقم 2، تعملوه زي الاتجاهات البوصلة كده يعني، 4 اتجاهات كده تدانكوا تلفوا. مرة على الوش ده يوم، ومرة تاني يوم على الوش التاني يوم، ومرة شمال مرة يمين، بالطول بالعرض.